مساء الفل على حضراتكم، يا رب جميعا تكونوا بخير. يوم جديد من ايام متابعتنا طبعا لمشروعات اسكندريه. خليني اقول لكم الاشاره اللي ظهرت قدامنا دي احد الاشارات الجديده اللي بيتم تركيبها حاليا على كورنيش اسكندريه. دي مش موضوعنا، لان موضوعنا النهارده يعني مفرح جدا جدا بالنسبه لي. هنشوف كوبري محمد نجيب، الكوبري اللي بيتزين خلاص واسابيع قليله جدا جدا على الافتتاح الرسمي. ولكن النهارده انا مبسوط، الشواطئ خلاص تم ازاله كل الحاجات اللي كانت موجوده داخل الشواطئ. لو ركزتوا على ايدينا اليمين الشواطئ اصبحت فاضيه تماما. الشواطئ دلوقتي يعني اللي انا شايفه كده ان الشواطئ دلوقتي واقفه فقط لا غير على مستاجرين. تم تهيئه الشواطئ، تم ازاله كل الحفارات بقى والمعدات واللوادر وكل الكلام اللي كان موجود في الشواطئ اللي هنا. بصوا شكل البحر عامل ازاي. والله يا جماعه بجد يعني مهما تقول لي محافظات تانية ساحلية، اسكندرية تختلف. اسكندرية فعليا محافظة مختلفة غير باقي المحافظات، وبنرجع نقول ليه الإقبال كبير على اسكندرية. اسكندرية مميزة، اسكندرية مختلفة غير باقي المحافظات. يعني أنا شفت بوستات النهاردة نازلة كلام عن أحد المحافظات التانية، الكلام بيتقال إن في جشع واستغلال والناس بيستغلوا إننا جايين نصيف، ولكن اسكندرية مفيش الكلام ده. اسكندرية أنت بتتعامل مع أهلك، بتتعامل وسط ناسك. ولكن باقي المحافظات يمكن عشان دول يعتبروا محافظات مصايف، ولكن اسكندريه مختلفه تماما عن كل الكلام ده. زي ما حضراتكم شايفين على ايدينا الشمال كوبري شارع محمد نجيب. كوبري محمد نجيب خلاص تقريبا كده نقدر نقول بيتم بس التجهيز النهائي، بيتم صب البلاطات وتكمله الجوانب اللي حضراتكم شايفينها، الجوانب اللي اتكلمنا عليها قبل كده. بصوا على اليمين خلاص يا جماعه الشواطئ اهي بتفضى، بيشيلوا المعدات وبيجهزوا الشواطئ وبيفرشوا رمله وحاجه اللهم بارك. الكوبري يعتبر جاهز تماما خلاص، يتم بس استكمال صب طبعا جسم الكوبري من فوق او ارضيه الكوبري بالمعنى الاصح، ثم بعد كده هتدخل بقى الاسفلت. ويبقى احنا كده اللهم بارك انتهينا تماما من كوبري محمد نجيب، وبالتالي نقدر نقول توسعه كورنيش اسكندريه انتهت. زي ما حضراتكم شايفين الطريق هنا وسع تماما. على ايدك اليمين هيبدا يبان معانا نفق الطفوله السعيده، وانا لسه هنزل معاكم دلوقتي واجيب لكم تصوير بقى من على ارض الواقع. حبيت ابدا معاكم من داخل الاتوبيس، ولكن دلوقتي في خلال الجوله باذن الله انا هنزل وهمشي معاكم على ارض الواقع عشان اوريكم بقى الحدث من على ارض الواقع. زي ما حضراتكم بتشوفوا تم توسعه الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده. الطريق وسع تماما. باقي ايه بقى هنا؟ اللي باقي معانا هنا الجزيره الوسطى دي فقط لا غير بيتم يعني ايه هنقدر نقول بيتم ظبطها في اللحظات الاخيره او في اللمسات الاخيره، عشان بس ايه يكون كده التوسعه فعليا اكتملت. كده تبقى التوسعه فعليا اكتملت والكورنيش اتغير تماما. باقي كمان تخطيط الطريق، لان الطريق اصبح واسع جدا جدا، ومن اكتر المشاكل اللي هتحصل في الطريق ده العبور العشوائي. زي ما اتكلمت معاكم النهارده عن المرحله الاولى والعبور العشوائي، زي ما انتم شايفين بقى التخطيط هنا دي المنطقه اللي قبل المحروسه. حبيت اكمل معاكم فيها بس عشان اوريكم شكل التخطيط، عشان الناس بتقول لي التخطيط فين. لا التخطيط موجود، ولكن في الايام القادمه ان شاء الله مع استكمال المنطقه اللي هناك دي هيتم تخطيط الطريق بالكامل. ودلوقتي بقى خلينا ننزل على ارض الواقع. كده احنا نزلنا على ارض الواقع. زي ما انتم بتشوفوا تجهيزات اخيره عشان يتم تركيب ابراج او اعمده الاناره في منتصف الطريق. الجزيره بيتم ترحيلها بالصوره اللي حضراتكم شايفينها اهو. على ايدينا الشمال بقى ده طريق الكورنيش، وعلى ايدك اليمين دي الحاره الداخليه. الرصيف اللي موجود اللي قدامك ده اللي هو الاصفر في الاسود ده لسه هيتم ازالته، وبعد كده الحاره هتبقى بالمسافه دي كلها. يعني لسه في شغل في المنطقه دي. شايفين اعمال كمان صرف، اعمال منظومه صرف مياه الامطار. يعني الطريق فعليا بيتم تجهيزه على اعلى كفاءه. الطريق ان شاء الله بدون اي مشاكل. اللي احنا عايزين بس نعرفه في الايام القادمه المنطقه بتاعت سيدي بشر ده يا جماعه مؤكد ان هيتم غلق الطريق القديم بعد ما يتم تشغيل الطريق الجديد بالكامل ويتم الانتهاء منه. الطريق القديم اكيد هيتقفل وهيتم رفع منسوبه، لان لو حضراتكم بقى مركزين في فرق منسوب واضح جدا ما بين الطريق الجديد. الطريق الجديد اعلى شويه من الطريق القديم. كده احنا اتحركنا قدام اهو. بصوا الشواطئ بقى دي بوابه شاطئ السرايا. انت عندك في المنطقه دي كام شاطئ مهمين جدا: السرايا، اسحاق حلمي، ناس حقي، عندك كمان ابو هيف. كل الشواطئ دي لما ترجع تشتغل تاني هتشيل ضغط كبير جدا جدا من الضغط اللي موجود على شاطئ البوليفاج وجزيره الدهب والمنطقه اللي هناك. الضغط عليها رهيب جدا جدا. فان شاء الله مع افتتاح الشواطئ اللي في المنطقه دي الضغط هناك هيخف جدا، وان شاء الله كل حاجه هترجع افضل مما كانت عليه. مشروع عظيم بيعلن عن انتهاء، ومشروع كبير جدا ومشروع ضخم. اللهم بارك، ربنا يتم كل مشروعاتنا على خير ان شاء الله، والايام القادمه هتبقى خير لعروس البحر.
التوسعة نقدر نقول بنسبة كبيرة انتهت، وقدام حضراتكم اهو نفق الطفولة السعيدة، احد الانفاق الجديدة اللي تم اضافتها من اجل حفاظا طبعا على سلامة المواطنين. الطريق اصبح واسع جدا جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ربنا يبارك في كل مشروعاتنا، وان شاء الله يتم الانتهاء من كل المشروعات على خير.